بيقول ان يتلغى برنامج مصر اليوم، وانا ما عدتش اقدم هذا البرنامج، وكلام كتير قوي. طبعا كل القنوات تناقلت الخبر، وكل المواقع الإخبارية تناقلت الخبر، وكل من هو له اشتراك على الموبايلات تناقلوا الخبر. يعني الحقيقة أنا بشكرهم، لأنهم سوقوا لقناة الفراعين تسويقا لو كنا صرفنا عليه 15 مليون جنيه ما كناش قدرنا نعمله. الحقيقة بحس الإعلامي أنا أعلم تماما أن هذه الحلقة تختلف تماما عن الحلقات السابقة، وأنها تحظى بأعلى نسبة مشاهدة عرفتها قناة فضائية في الوطن العربي. وأنا أعلم تماما أن نسبة المشاهدة الآن تتخطى 50 مليون مشاهد يتابعوا هذه الحلقة. طبعا ده مش شطارة مننا، ولكن ده تسويق عملته كل القنوات الفضائية لنا. احنا بنشكرهم الحقيقة وشكرا جزيلا، وأيضا جميع المواقع الإلكترونية التي تعمل بدون تراخيص، جميعها سوقت لهذا الموضوع، والتي تقام على من هم غير مهنيين سواء كانوا صحفيين إلى آخره من حالة العشوائية التي تشهدها مصر في مجال الإعلام. ولكن الحقيقة احنا استفدنا من حالة العشوائية النهاردة استفادة جامدة جدا، حيث أننا تم تسويق قناة الفراعين، وتم تسويق اسم توفيق عكاشة الفلاح الغلبان الذي يعاني من عدم وجود أموال. الحقيقة أنا بشكرهم. الحاجة التانية